السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يصيبكم كامل بصحة جيدة يا رب. نبداو كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبداو بسم الله. الطبق تاع اليوم جبت لكم اليوم اجواز خفيف ظريف بنين واقتصادي بمكون مستحيل الذراري يفيقولوا وراح ياكلوه ويعجبهم. جبت لكم اليوم معقودة الشيفلور راح تجيب بنينة ومقرمشة وذراري يحبوها. نبداو على بركة الله في الوصفة. هنايا جبت راس تاع شيفلور ولا الكمية اللي يعني تقيس على العائلة تاعكم. شللته مليح ودرته في شوية ماء وملح وريقة رند وشوية كمون باش يدي غازي منه. هذوك لي غاز لبنا كاملين باللي الشيفلور فيه الغاز. نخلوه يغلي يغلي يعني يغلي مليح حتى يولي يعني تكرازه هكذا، باسكو حنايا نحوسو نكرازيوه. خلوه هو يغلي ونجوزو هنايا باش نديرو المريقه نتاعنا. هنايا كما كنتو تشوفوا حطيت حبيبه بصل تكون مليحه، زدت لها واحد زوج مغارف نتاع زيت. هذيك الحبه تاع بصل نرحيوها في الاشوار ولا نقطعوها دي بتيكا وهكا صغار، ونديرو التوابل اللي هما فلفل كحال، كمون، سكنجبير، الكركم وراس الحانوت وشويه نتاع قرفه. نعاود لكم خياتي، حطيت حبه بصل مليحه مرحيه في الاشوار، زدت لها واحد زوج مغارف نتاع زيت، وزدت لها شويه ملح ما نكثروش لانه راه كاين الملح في هذه المريقه وفي الشيفلور كيغلى، تسمى لازم ندير حسابنا للملح. ودرنا التوابل وشويه ملح، درنا فلفل كحال، القرفه، اسكنجبير، راس الحانوت والكركم وشويه كمون. درت هنا ثاني كميه تاع حميصه، واحد الكاس نتاع حميصه. انا هنا ماشي مطيبتها مليح، لا بها ضفتها في الاول، كي تكون طيبه مليح حتى مع الاخر وضيفوها. ودرت واحد الربطه نتاع معدنوس، واحد الربطه ماشي كبيره بزاف نتاع معدنوس. خليت هذيك المريقه نتاعي تتقلى، كي تتقلى ندير لها واحد زوج كيسان تاع ما برك، ونقص شويه النار ونخلي هذاك البصل اللي يطيب. وجيت هنايا هنا في هذا الوقت راه الشيفلور تاعي غلى مليح مليح حتى يعني شغل بدا يتفتت. حطيته في كسكاس، نحبو يقطر مليح ما نحبوش الماء كامل فيه. وجيت هنايا نقيت حبيبات بطاطا باش دوك نقليهم، نقطعوهم هكذا طوال كيما تاع الكباب هكذا كيما كنتو تشوفوا خياتي. باش نذكركم برك ما تنساوش اشتراك في القناة، دعم القناة، بارطاجيو الفيديوهات خياتي مع احباباتكم جيرانكم، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد، والضغط على هذاك الاصبع الازرق باش الفيديوهات تاوعي ان شاء الله كي يخرجوا يدخلكم الشعار تاعهم. هنا يا خياتي قطعت هذيك البطاطا نتاعي ودرت لها شويه نتاع ملح ثانيت وحطيتها تتقلى. في هذا الوقت جيت هنا جبت هذاك الشيفلور كما كنت تشوفوا فيه هكذا، كنت تشوفوا راه مفتت ديجا كامل. نزيد نسكرفجلو سنينه نتاع الثوم، واحد 3 سنينات ولا ما نكثروش هكذا، وذوك نكرازيوهم مليح بهذا الآلة هذه. واللي ما عندوش يكرازيه بالظهر نتاع المغرف ثاني، تواسيه له مليح هكذا. نكرازيوها مليح مليح هكذا خياتي كما كنت تشوفوا. هنايا دوك نزيد قريصه برك نتاع الملح ما نكثروش، ونديروا حبه ولا الدجاج، ونديروا واحد الكميه هكذا، ماشي يعني ماشي كميه كبيره بزاف. انا برك هنا عندي المعدنوس الله يبارك الورق تاعو خشان، جات كميه الله يبارك. هنا ندير واحد النص ربطه نتاع معدنوس، يعني ربطه نقسموها بين المريقه نتاعنا وهنا في هذه العقده نتاع معدنوس. هنا كما كنتوا تشوفوا درت قريصه نتاع الملح، كما قلت لكم ما نكثروش الملح لانه هذا فيه الملح، والبطاطا نقلوها بالملح، والمريقه نتاعنا فيها الملح، تما لازم نديروا حسابنا للملح اللي في الطبق هذا. وهنايا نزيدو نديروا التوابل نفسهم اللي درناهم في المريقه تاعنا، الفلفل الكحال، القرفه ما نكثروش بزاف القرفه، شويه نتاع كمون، راس الحانوت،
الكركم والزنجبيل. هذو هما التوابل اللي نديروهم كما قلت لكم خياتي، نفسهم اللي نديروهم في المريقه نتاعنا. هكذا دوك نحركوا هذا المكونات كامل ونضيفوا مغرف نتاع زيت باش ما يجيناش متكوك لداخل، هذوك العجيجات ما يجوناش متكوكين. هكذا هنا يعني طميت هذيك العجينه تاعي، الخليط هذا كان طميته، وهنايا راح نضيف له، انا هنايا ضفت واحد الغرفيه نتاع هذوك تاع الفلون نتاع لا شابيغ. هنايا لا شابيغ بعد ما كنت حمصتها ورحيتها مليح وصيرتها، درت غير هذيك الرقيقه، وكل واحد على حسب الكميه اللي عنده. يعني حطوا لا شابيغ قدامكم وديروا بالعقل وطموا. هنا جات لكم حنان قالت لكم ما تنساوش جام الشباب الماما. هكذا شوفوا هاي طمت معايا. ديروا انا هنا عرفت القيس، نتوما حطوا لا شابيغ قدامكم وديروا وطموا حتى وين تولي عندكم هذيك العجينه يعني متماسكه كيما راكم تشوفوا. ها تشكلوها كيما تحبوا. هكذا عفوا هكذا انا شكلتها بهذا الشكل باش تجي متناسقه مع البطاطا الشكل تاعها. هكذا نكملوا كميه، تحبوا ديروهم عجيجات، تحبوا ديروهم خبيزات طوال، تحبوا ديروهم كويرات، وصدقوني خياتي يجوا بنان ويجوا مقرمشين. وهنايا اللي عنده الفرماج يدير قطعه صغيره تاع فرماج لداخل ويطم هذيك الحبه هذيك ويقليها ثانيه، راح يزيد بنه. هكذا شوفوا الشكل شحال يجي شباب وما يتفتحوا معاكم، ما ديروا لهم فرينه ما والو، يقعدوا هما. وما من اللي عنده صدر ثاني نتاع دجاج طايب ولا يفتتوا ويزيدوا الخليط ثاني راح يجي روعه. هنا خياتي ها كما كنتوا تشوفوا ما يتحلوا ما والو، نديروهم يتقلاو في زيت تكون سخونه احسن، يعني نخلو الزيت سخون مليح ونحطوها. هاي لك هذيك البطاطا ضفتها لهذيك المريقه نتاعي. هاوليك يجي الشكل تاع كما الكباب سوا. هاوليك نخليه يتكتك شويه ونطفيلو، نخلو فيه شويه مريقه لبالكم بلي البطاطا تشرب المرقه. هنا راني طفيت له هنايا خلاص. ونكمل الكميه تاعي تاع العجيجات اللي عندنا ونحطوهم هكذا كما كنتوا تشوفوا في الطبق، نرافقوهم مع شويه بصل يجي بزاف يعني يتماشى معاه. هنايا انا ضفت الطبق تاعي مع سلطه نتاع الجزر ثاني تجي رائعه معها. هنا هذيك البطاطا هذيك عقدتها بشويه معدنوس وشويه قارص وحبيبه ولاد الدجاج، وحطيت هذوك العجيجات يعني يجي الشكل كيما الكباب سوا. نحط هذوك المعقوده تاعي نستفها في الطبسي ونزيد لها شويه مريقه من الفوق. وهاولي كاني جبت لكم خياتي شوفوا حبيبه كيفاش نفتحها قدامكم، كيفاش تجيب بنينه من برا مقرمشه والداخل تجي خفيفه روعه. جربوها خياتي اكيد راح تعجبكم وتعجب ولادكم بزاف. هذا هو الطبق خياتي اللي درناه اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا الوصفه وتكتبوا في التعليقات رايكم في الوصفه. وهكذا خياتي بهذا الطبق نخليكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله. ما تنساوناش اشتراك في القناه، وما تنساوش كما كل خطره نقولكم بدعاوي الخير وتهلاو في صحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.